النجف عنصر اساسي في الديكور الداخلي، وده لانه بيضيف جمال وسحر للمكان وبيختلف جدا في شكل الديكور. تعالي نعرف انواع النجف والاضاءه المناسبه، وده من خلاله بيتم تحسين الاضاءه بشكل كبير جدا حتى لو الاضاءه كانت خفيفه. والمعتاد دايما ان احنا بنحتاج اضاءه خفيفه في اوضه الليفنج او البيت بشكل عام، لكن بنحتاج اضاءه قويه في المكاتب او المساحات الكبيره. النجف جزء اساسي من التصميم الداخلي، ونقدر نختار النجف باشكال والوان ومواد متنوعه، وده بيكون على حسب ذوقك الشخصي. النجف الكلاسيكي بيتميز بتصميماته الانيقه وتصاميمه الزخرفيه البسيطه، وفي الغالب بيكون مصنوع من الازاز او الكريستال او ميتال. النجف الحديث بيتميز بتصميماته البسيطه والانيقه، غالبا بيكون مصنوع من المواد الحديثه زي الفولاذ المقاوم للصدى او الالومنيوم. النجف الصناعي بيتميز بتصاميمه الغريبه والمبتكره، بيكون مصنوع من مواد غير تقليديه زي الياف الزجاج او البلاستيك. النجف الارضي ده بيكون على الارض وقعدته بتكون تقيله عشان يثبت، وليه تاثير كبير جدا على الاضاءه والمكان. كل نوع من انواع النجف اللي احنا اتكلمنا عليه ليه مميزاته وفوائده، وده بنرتبه على حسب الاضاءه والديكور المناسب لكل مساحه داخليه.